عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا ملكات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن صحة وأفضل حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مليون مرحبا بكل جميلة دخلت عندي، نورتيني وشرفتيني وكترتيني. لو أول مرة تشوفيني بستأذنك خدي لفة في القناة، إن شاء الله تعجبك جدا وتحفزك وتاخدي منها باور عالي. وكمان ما تنسيش اللايك القمر بتاعك. ولو أول مرة تشوفيني برضه ياريت تشتركي في القناة وتفعلي علامة الجرس عشان يوصلك كل جديد أنا بنزله. أهلا بيكم في يوم جديد وروتين جامد جدا، روتين جديد. النهاردة بقى احنا هنعمل مع بعض طبعا روتين الرغاوي في عز التلج ده والطاقة الإيجابية. وبصوا، اركنوا بقى التعب على جنب واركنوا الكسل. إيه، بصوا الفيديو ده لو نزل لكم ان شاء الله انا بمنتجه. انا رايحة اولد النهاردة بإذن الله، يعني دعواتكم بقى كده. فان شاء الله الفيديو ده هينزل لكم. إيه لو نزل يعني ان شاء الله ربنا يقومني بالسلامة، هكون ولدت ان شاء الله. إيه فدعواتكم معايا بقى كده، ربنا يرزقني بطفل سليم معافي يا رب، كامل الخلق والخلق ويجعله من الصالحين، يبارك لي في ولادي ويردني ليهم سالمة، ويرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة. هدعيلكوا كلكم ان شاء الله، ربنا يرضيكوا يا رب، يكبر بخاطركم، كل اللي نفسه في اي حاجة ربنا يرضي بيها يا رب، اللهم امين. إيه النهارده بقى انا طبعا ده يعتبر اخر روتين هعمله معاكم قبل ما امشي. فقلت بقى اشجعكم كده، يلا ناخد مع بعض باورة كده. الدنيا كانت عندي إيه المطبخ، بصوا إيه ما كانش فيه مواعين كتير لان كانت الغسالة لما كتير يعني. إيه بس كنت بافضّي بقى حاجات مش هاحتاجها، الأكياس اللي أنا حطيت فيها رُز على بسلة دول بواقي يعني، فقُلت أحطهم بقى في كيسة كده نضيفة عشان للفراخ يعني عند ماما، لسه ماما بقى هتجيب، هي بتجيب وتربّي. وطبعًا أنتم عارفين أي طيور في البيت ما بترميش أكل، تلاقي كلّه يروح للطيور دي، فماما بتربّي، فهي كانت مربية لي علشان الولادة وكده وذبحتهم، فإن شاء الله هتجيب تاني، فقُلت أمّا أحوّش لها بقى إيه الأكل اللي طالع. فدلوقتي بقى إيه، قُلت كان في كام طبق كده في الحوض، قُلت أمّا أغسلهم بالمرّة غير اللي في الغسالة طبعًا. فأنا قُلت يعني المطبخ كان بُصّوا في كل جزء، وكان فيه مواعين كتير جدًا ماما كانت عندي وكانت غاسلاهم لي، فكانوا طبعًا عايزين يتحطّوا في أماكنهم، كانت حاطّاهم لي في الصفاية، هاروح برضه أحطّهم دول. المهم إن ده هنا كانت عبارة عن إيه، طبعًا أنتم عارفين الطاسات أو الحِلَل التيفال والسيراميك والجرانيت ما بيدخلوش الغسالة، بيدخلوا عادي بس بينقّروا يعني، فأنتِ لو عايزة تحافظي على حاجتِك شوية يبقى عمرها الافتراضي ما يخلصش بسرعة، اشطفيها فوق كده على الحوض على إيديكِ، كده أصلًا يعني ما بت مش مش غلبة، هي ما بتاخدش حاجة، بالإسبونشة بس كده بالمسحوق بتاعِك، وتقومي إيه لافة على الصينية أو لافة على الطاسة، وهتلاقيها معاكِ بقت جميلة جدًا وما فيش أي دهون فيها ولا حاجة. أنا قُلت بقى أمّا أغسل الطاستين دول على الحوض من فوق، مش لازم أحطهم في الغسالة يعني. ودي كانت الصينية بتاعة الفطار، فقُلت أمّا أغسلها بالمرّة هي كمان. إحنا بقى لنا كتير ما عملناش مع بعض روتين الرغاوي ده، فقُلت يالّا بقى إيه، أدخل عليكم كده بيه يعني ختامه مسك زي ما بيقولوا. فقُلت بقى أختم معاكم كده بالمطبخ، الروتين بتاعنا الجميل ده. وبقى لي فترة أصلًا محصورين كده في أوضة الأطفال، علشان طبعًا كنت بانقل الهدوم الشتوي، أحط الصيفي عينها وأطلّع الشتوي، وتجهيز بقى شنطة البيبي وشنطة الأم اللي هو أنا يعني، والمشتريات اللي جبناها للبيبي وكده. فبقى لي فترة يعتبر إيه، مشغولة شوية في الحاجة يعني بتاعة الولادة وكده. فقُلت بقى يالّا أمّا أختم معاكم بالمطبخ بتاعنا. هنا الغسالة كانت زي ما أنتم شايفين كده ملغمة مليانة على عينها، أغلبها مجات لإن إحنا بنشرب سوائل كتير يعني، شاي بلبن بقى أو كاكاو بلبن، hot chocolate. هو أنا باقول عليه كاكاو بلبن، أنا ولادي بيقولوا عليه آمم سفيان بيقول عليه تلاطة تلاطة شوكولاتة، بس بيقول عليها تلاطة. فإحنا يعني على طول بقى في الشتا ده رايحين جايين علشان على المطبخ بنعمل كده، بنعمل يا hot chocolate يا شاي بلبن كده يعني، الحاجات اللي هي الدافية دي. فالمجات عندي كانت كتير مستهلكة. وكمان بقى قُلت أمّا أحط شوية الأطباق دول برضه،
وهنا باجرّب المروحة عشان أشوف لو مثلًا حاجة عالية شوية والّا حاجة، المروحة طبعًا ما تتكسرش، فباجرّب المروحة إن هي كده تمام يعني ما فيش أي حاجة بقى معصلجة ولا هتخبطها ولا كده، اتأكدت أهو للمرّة التانية لقيتها خلاص تمام، فقُلت خلاص أمّا أشغّلها بقى. باشغّلها على كام، باشغّلها على 65 عشان المواعين لو فيها دهون أو كده، عايزة تشغّلي على نُص حمولة تمام، عايزة تشغّليها كده على طول تمام، أنا هاشغّلها طبعًا مش نُص حمولة لإن الغسالة مليانة، بس يعني ده لو أنتم عندكم مش مليانة أوي، اعملوها على نُص حمولة، بتقلل في الوقت معاكم وما بتطوّلش المدة أوي، وبتغسل على فكرة فوق وتحت برضه، لو أنتِ عايزة تحطّي فوق وتحت بتغسل فوق وتحت برضه عادي، بس بتقلل المدة شوية. هنا بقى قُلت أمّا أغسل بقى الطاستين والكوبايتين اللي على الحوض من فوق دول زي ما قُلت لكم مش مستاهلة بقى إن أنا أحطّهم في الغسالة عشان ما يتنقّروش معايا ولا يبوظوا، يعني بنحاول نحافظ عليهم شوية. أسعار أصلًا أنا كنت جايبة الطاسات دي كانت New Klein طبعًا دلوقتي يعني أسعارها بقت خزعبلية، ما تعرفيش تعوّضي الحاجة دي، يعني سبحان الله الحاجة اللي بتجيبيها في الفترة اللي إحنا فيها دي، ربنا يرفع عنا يا رب البلاء والوباء والغلاء، غلاء فاحش بجد، يعني الغلاء بقى حاجة صعبة، اللي هو أنتِ بتنامي بحال تصحي بحال تاني تمامًا، بتنامي بأسعار تصحي ما فيش يعني السعر متجدد بشكل فظيع بصراحة، بشكل مرعب والله، اللي هو أنتِ بتبقي داخلة السوبر ماركت أصلًا تجيبي حاجة مش السوبر ماركت بس والله، بس يعني إيه ده المتداول، سوبر ماركت داخلة تجيبي حاجة تبقي مثلًا عاملة حسابِك في مبلغ مثلًا معيّن أنتِ عارفة سعرها، لأ بقيتِ تتفاجئي، فالواحد بقى بينزل بأكتر شوية، لإن تحسُّبًا لأي ظرف يعني إنِّك بدل ما تبقي واقفة مُحرَجة، ففعلًا الأسعار بقت فظيعة أوي، ربنا يلطف بينا يا رب. هنا جوزي بقى كان جِه من الشغل وجاب لنا يوستفندي وفراولة، أنا كده كنت خلاص هامشي، يعني يعتبر إحنا أكلنا من اليوستفندي وأنا المفروض إن أنا باصوم صيام رمضان، الدكتور قايل لي تصومي صيام رمضان وخلاص بقى وقف أكل من الساعة 14:00. أنا كده أصلًا يعني أمّا باكون متوترة أو مشغولة أو بافكّر في حاجة أو كده أو زعلانة أو أيًا كان بقى ما باعرفش آكل خالص، فأنا طبعًا كنت في اليوم ده النهارده يعني أنا مش عارفة والله في إيه، في حاجة غريبة يعني في إحساس كده بيراودني غريب، مش عارفة الله المستعان يعني ربنا يعدّي اليوم على خير إن شاء الله وأقوم بالسلامة بإذن الله، بس عارفين اللي هو جاي لي سَدّة نِفْس مش عارفة آكل، يعني عارفين جعانة بس مش عارفة آكل. بس خير بقى الحمد لله، المهم إن هنا بقى المواعين زي ما أنتم شُفتوها دول كانت ماما عندي وكانت غاسلاهم لي، كنت بالمّهم وباعينهم في أماكنهم، أنتم شايفين المنظر أصلًا كان يخُض، بس أغلبهم بقى تيفال وبتاع ده ألمونيوم، الألمونيوم طبعًا ما بيخشش غسالة الأطباق عشان ما يطوّظش ويتبهدل، فأنا عندي الألمونيوم بتاعي الحمد لله محافظة عليه وبيلمع، لإن أنا مش مستهلكاه أصلًا، أنا واخدة منه بس القدرة ولبّانة وحلة، حلة باغلي فيها اللبن، وبقية الطقم محطوط في المطبخ، في دولاب المطبخ بزهوته زي ما هو، لإني ما استخدمتهمش أصلًا، بس لا غنى عنه على فكرة، يعني مصيري هييجي عليَّ وقت وهاحتاج إن أنا أستخدمه، هو بس المُرهق فيه والمُتعب إن أنتِ بتدعكي، بس أنا أصلًا باحب الألمنيوم عندي يكون بيلمع، فده يحصل إزاي؟ عارفين الصابونة الشمس اللي هي القطعة دي صابون المواعين بتاع زمان؟ جيبوا الصابونة كده مشّوا حتّة السلك عليها وادعكوا بقى، بجد بتخلّي الألمونيوم بيلمع جدًا، جدًا والstainless حلوة أوي، حلوة بجد جدًا، يعني حتّة صابونة ب7 جنيه أصلًا مش حاجة يعني وبتقعد معاكِ كتير جدًا، بس بتخلّي الألمونيوم فظيع، بيلمع أوي بجد ما شاء الله. دعكنا بقى الرخامة التانية دي وخلّصناها وبرضه الحوض يعتبر فضي ما فيهوش مواعين، قُلت بقى أمّا أخُش على الرخامة الأخيرة دي، كنت حاطة هنا الصينية دي كنت سايباها بُصّوا الصواني اللي هي الصاج أو النحاس دي ما بُصّوا ساعة ما تجيبي عليها مَيّة على طول تقومي في ساعتها منشّفاها عشان ما تسيبش معاكِ أثر يعني صدى، نُقط كده صدى، فأنا كنت مقدّمة فيها حاجة يعني باشيلها بقى وكنت حاطاها على جنب كده، قُلت أمّا أسيبها على جنب كده تتصفّى
ونسيت خالص امسحها بالمنديل، بس خلاص يعني صفِّت وخلاص. بس يعني عشان تحافظوا إن انتوا أول ما تغسلوها على طول اللي عنده منها، أول ما تغسليها على طول تقومي منشفاها بمنديل أو بفوطة، علشان ما تسيبش معاكِ زي ما قُلت لِك إيه، نقط الصدأ دي. هنا بقى كنت غسلت الرخامة دعكتها كده، قُلت يالّا عشان يبقى كل الرخام كله اتدعك، فدعكتها هي كمان كده وبالفوطة، وقُمت لامة الرغاوي بتاعتنا دي. و ده الأوكسي على فكرة يعني كانوا آخر حبّة بقى باقيين. أنا كنت قايلة لكم قبل كده إن أنا كنت جايبة تجربة، كيسة كده كانت ب10 جنيه، كتجربة بس إن إحنا نجرّبها، ولو لقيته حلو تمام هاكمّل أجيبه على طول. في الأول ما كانش بيعجبني بصراحة، لإن كنت واخدة على فيري ورغوة فيري، وإن الفيري تحطّي أصلًا حاجة بسيطة خالص وتلاقيه معاكِ رَغّى جدًا، وبيفرُط معاكِ خالص. بس طبعًا فيري مقاطعة دلوقتي، قُلنا نجرّب أوكسي، بس خلاص هاحاول أتأقلم عليه يعني، ما هو ما فيش بقى يعتبر اللي هو لأ. وفيبا ده، فيبا ده أنا ما باحبوش خالص، جِبته مرّة قبل كده وبهدل لي إيديّا جدًا، لإن أنا إيدي يعني بشرتي حساسة شوية، فمُتعب، بهدل لي إيدي بصراحة. كان عندي بقى الكحول بتاعنا ده، كنت أنا جايبة كان اللي هو لتر، فقُلت أمّا أفضّي بقى في البامب أو البتاع الإزازة الصغنّنة دي اللي فيها بخاخ، فضّيت فيها كحول عشان طبعًا سُرة البيبي وكده، ففضّيتها وقُلت آخُدها معايا بقى في شنطة البيبي دي، نسيت أورّيها لكم، بس لا غنى عنّه يعني لازم تجيبي معاكِ الكحول. فأنا جيت أفتكره على الآخر أصلًا، بس كويس إن أنا افتكرته. المهم إن أنا بقى عبّيت الإزازة بتاعتنا اللي أنا هاستخدمها والباقي عينته. هنا بقى أخويا الجميل كان واقف بيعمل قهوة، كان بيعمل قهوة ليه هو وجوزي يعني، وقُلت له: "خلّي بالك من اللبن." كنت حاطة اللبن يغلي، قُلت له: "خلّي بالك من اللبن." وأنت واقف جنبه كده قال لي: "تمام." فطبعًا ركّز في القهوة بتاعته ونسى اللبن خالص زي ما أنتم شُفتوا كده فار. أنا عندي البوتاجاز كان نضيف كلّه، بس طبعًا الجزء بتاع اللبن ده لمّا فار اتبهدل، الجزء ده اتبهدل، فقُلت خلاص بالمرّة بقى إيه، أمّا أمشي على البوتاجاز كلّه، يعني مش هيبقى الحتّة دي بس اللي أنضّفها وخلاص. هو أنا كنت غاسلاه أصلًا وكان نضيف، فمش أنا يا ربي ده ماما، ماما اللي كانت يوم ما جات لي وغسلت المواعين، كمان كانت غاسلة البوتاجاز وكان نضيف. فيا دوب بس عشان الفوران بتاع اللبن ده، قُلت أمّا أغسلها أغسل الجزء ده وكمان إيه، أمشي على الباقي بقى، عشان كده ما شِلتش كل العيون لإن كان نضيف. أنا يعتبر شِلت العيون دي بس، عشان طبعًا إيه لو جه بقى طرطشة اللبن بتاع أي حاجة تحتها تتمسح. شُفتوا لمّا بتعملوا التنضيفة العميقة بتاعتنا دي بترتاحي إزاي بعد كده؟ يا دوب بس بتمشّي إيه على بتغسلي بس البوتاجاز بتاعِك، مش الغسلة العميقة بقى اللي هي لأ بالإسبونج عادي وتشيلي بالفوطة، اللي هو استخداماتِك اليومية يعني. إنما لمّا تكوني غاسلة بقى البوتاجاز كده من جوّه ومن برّه، التنضيفة العميقة بتاعتنا دي بتحسّي إن براحة نفسية أصلًا، وأنتِ بتغسلي البوتاجاز من فوق، بتحسّي كده إن الدنيا معاكِ نضيفة والبوتاجاز نضيف. فبصراحة التنضيف العميق ده حلو جدًا، إن شاء الله حتى لو هتعمليه مرّة في الشهر، مش شرط يعني كل ما تقفي في المطبخ، إن شاء الله لو مرّة واحدة بس في الشهر. وبقية الأيام بقى، بقية أيام الشهر أنتِ بتحافظي، يعني بتحافظي على الحاجة، وكمان إيدِك بقى بتفضل ماشية على الحاجة كده. استخدمتِ مثلًا البوتاجاز النهارده ما تركنيش تقولي هاعمله بكرة، طب هاعمله بعده. بُصّي عامةً الركنة دي والتأجيل هيخلّيكِ تكسّلي بجد، إنما لمّا كل حاجة تتعمل أول بأول كده، مش هتلاقي معاكِ الموضوع إيه يزهق ولا كده، ولا هتلاقي الحاجة بتتراكم عليكِ، هتلاقي كل حاجة بتخلص معاكِ أول بأول. فجرّبي كده، جرّبي اغسلي الحاجة مثلًا ولو مرّة في الشهر، التنضيفة العميقة بتاعتنا الجامدة دي، وبقية الأيام إيه، إيدِك بقى تبقى في الحاجة كده، تحافظي على حاجتِك. الفوطة دي أنا رميتها، جيت أستخدمها ما ريحتنيش يعني، فقُلت لأ خلاص هارميها بقى خلاص. وهنا كنت باغسل خلاط الحوض والحلة الstainless هي كمان، قُلت يالّا أمّا أغسلها عشان يعتبر كده خلاص خلصت. فقُلت أمّا أمشي بقى على حاجة كمان عشان نسيب كل حاجة نضيفة كده. أنا على فكرة جوزي يعني المفروض إن هو هييجي يبات في الشقة، أنا والولاد طبعًا عند ماما، وجوزي هيبقى هو اللي هييجي يعني من الشغل، ييجي عند ماما يتغدى، هو بييجي بالليل عمومًا يعني، فإحنا الغدا بتاعه هو بيبقى بالليل، يعني هييجي ياكل بقى إن شاء الله وييجي إيه يبات هنا في الشقة. بس طبعًا مش هيدخل المطبخ ولا هيعمل حاجة زي ما أنا قُلت لكم،
ماما طبعا هتبقى هي اللي عامله الاكل وكل حاجه، وهو هيجي على هناك، فطبعا المطبخ هيبقى بحطة ايدي، زي ما هسيبه ان شاء الله الاقيه باذن الله يعني من غير مقاطعه. هو ممكن بس لو دخل هيعمل مثلا شاي بلبن، يعمل قهوه، يعمل شاي، حاجه مثلا ليه كده تسليه. انما غير كده مفيش بقى طبيخ ولا بتاع ولا حد هيطبخ ولا الكلام ده. فانا قلت خلاص هفنش المطبخ بتاعي واخلي الدنيا زي الفل، عشان ابقى كده مرتاحة لما ارجع ان شاء الله بالسلامة باذن الله، ربنا يكتب لي السلامة كده واقوم لولادي على خير. ارجع بقى والبيبي طبعا هيشغلني انتوا عارفين، فتبقى الدنيا معايا نظيفة، والحمد لله ان انا عملت كل التنظيفات العميقة كنت عاملاها معاكم. ارجعوا للفيديوهات القديمة، على فكرة محفزة جدا والله العظيم وحلوة جدا، انا نفسي احب اتفرج عليها يعني. عارفين لما الاقي نفسي كسلانة شوية كده، اقوم فاتحة الفيديوهات القديمة واقوم مشغلاها، بجد والله العظيم بتديني باور كده وطاقة. كده اكون خلصت المطبخ بتاعي اهو. فضيت الاستفندي الفراولة هنضفها وناخدها عشان هنعملها عصير، عشان طبعا هناخدها معانا المستشفى ان شاء الله. وبكده انا خلاص الحمد لله الفينش الاخير، وده يعتبر كده اخر روتين هعمله في شقتي معاكم، وبعد كده هروح اولد ان شاء الله على خير. فدعواتكم كده معايا. خلصت اهو الحوض بقى زي الفل، والبوتاجاز بتاعنا كمان زي الفل ما شاء الله، والكرسي حطيته في مكانه. وطبعا برضو لمعنا الرخامه دي مع بعض اهي، ده عسل وطحينه كده. مطبخنا بقى زي الفل اهو، والسجاده انا كنت عاملاها يعني اهو. وغسلت الاطباق فيها المواعين لسه ما طلعتهاش، اول ما تطلع ان شاء الله هننزل بقى باذن الله. والباسكت بتاع الزباله يا دوب فيه بس كيس كده مكان استعمالي في المطبخ، وبعد كده هاخده واحنا نازلين. كده يكون خلص يومنا النهارده وخلص روتيننا النهارده. ودعواتكم بقى ارجع على خير ان شاء الله، ونرجع باقوى روتينات ان شاء الله، نرجع باقوى روتينات مع بعض. فدعواتكم هي كده ان شاء الله ارجع لكم على خير. وبس كده يا ملكات، ولو عجبكم الفيديو بتاعنا النهارده يا ريت بقى ما تنسونيش في اللايك بتاعكم وكلمه محفزه كده ودعوه حلوه، واشوفكم على خير ومع الف الف سلامه.